كمان كيلعب الكره في الجهه اليمنى مره اخرى زهير مرور اقامه تبين فرصه تدخل الحارس يحيى ترفع الكره داخل منطقه فرصه راسيه وفرصه الهدف تضيع الجيش الملكي كان قريبا بواسطه 89 بعد ما كان الفوز على فريق ارس دراغون من سير سابقا. لعبت كره دائريه داخل منطقه الجزاء تدخل حمودان شو يعمل حمودان دخول داخل منطقه الجزاء دي فرصه سقوط الحكم عن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. تدخل امام احمد يبقى اللي حكم اللقاء. دخول اذا بعد متابعه الصوره ما كاينش هناك ضربه جزاء. اذا ما كاينش هناك ضربه جزاء وبالتالي ما كاينش هناك خطا امامنا اللاعب احمد حمودان. مرة أخرى أحمد حمودان دخول داخل منطقة جزاء. حمودان يمرر تدخل والكرة في الزين. لعبت الكرة في القائم الثاني الرأسية فرصة تدخل الحارس دائما محاولة وتدخل الدفاع. محاولة أخرى خالد أيتور خان يسدد في الوقت كان تسديد للعربي الناجي. لعبت الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء الرأسية دائما محاولة بواسطة بإمكانيات مهمة خصوصا على مستوى الهجوم. كتسجل شوط ديال الاهداف اللي انتقل للدوري الاماراتي وفق فريق البطائع. من غادي يحاول يرفع الكره تمريره داخل منطقه الجزاء تدخل دائما فرصه ولكن مشات فوق المرمى. محمد ربيع حريمات يسدد الكره كتمشي فوق مرمى الحارس. هذه فرصه لفائده الفريق المغربي التطواني تسديده ولكن بعيده كل بعد. باجي خدا الكره سنتابع هذه المحاوله تسديده وتدخل الحارس ايوب الخياطي. بابي انسا باجي مرات على مستوى الدفاع ديال الفريق المغربي التطواني. تلعبات الكره طويله داخل منطقه الجزاء. حمزه ايقامان فرصه وكره مرت جانبا. تسديده حمزه ايقامان الكره تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس يحيى الفيلاني. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الجيش الملكي. حمزه ايقامان كاس افريقيا المغربي. الكره حمودان تمريره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه تصل الكره للاعب خالد ترخان. تبون الفرصه بوسط لاعب امين زحزوح داخل منطقه الجزاء. لاحظوا عدد كبير من الفريق المغربي التطواني. باجي الحكم المساعد رفع الرايه. الحكم المساعد رفع الرايه هناك وضعيه تسلل على المهاجم السنغالي. تصل لاحمد حمودان البحث على لاعب حمزه ايقامان وخالد ايتور خان. دائما محتفظ بالكره. احمد حمودان رفع الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. هدف اول بواسطه حمزه ايقامان اللي تابع ضربه بقص ممتازه من امين زحزوح. تصل الكره لحمزه ايقامان اللي تمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق الجيش الملكي الذي ينجح في حدود الدقيقه 38 من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الاول. لاحظوا رده فعل ديال المدرب التونسي ناصر الدين النابي والفرحه الكبيره ديال لاعبي فريق الجيش الملكي. غادي نتابعوا هذا. اذا الهلال الفردوسي ترفعت كره الراسيه دائما محاوله ولكن كمان امام ثلاثه ديال اللاعبين ابعاد الكره ومحاوله ابعاد الخطوره. والحكم كيمنع خطا لايوب المدن. خطا لفائده المباراه هي صعبه امام فريق الجيش الملكي الذي يبحث عن نتيجه ايجابيه. كنتابعوا الهدف كي ضربت بقص ممتازه من امين طرف ربيع حريمات. هذه فرصه دخول داخل منطقه الجزاء. محمد مفيد يمرر حاتم تمريره طويله في اتجاه حمزه ايقامان. خروج الحارس يحت بدل الضائع وخروج الحارس ايوب الخياطي فوق ارضيه الملعب وتعطى انطلاقه ديال هذا الجو. لاعب انور ترخات. هذه فرصه تدخل الدفاعي كره طويله بابين ساباجي. خروج الحارس ايوب خان رفع كره داخل منطقه الجزاء. خروج الحارس يحيى الفيلاني في المكان المناسب. يحيى الفيلاني في الوقت الحكم غادي يعلن الخطا بالفعل. زحزوح مراوغه امين زحزوح البحث عن التسديد. تسديده فرصه هدف ولا اجمل ولا اروع لفريق الجيش الملكي. امين الزحزوح بتسديده قويه ترتطم الكره بالقائم الايمن وتعانق شباك الحارس يحيى الفيلاني. هدف جميل لفائده فريق الجيش الملكي. تسديد للمرمى يبقى حل من الحلول خلال هذه المواجهه. وامين الزحزوح اكيد يعني بطريقه ممتازه. لاحظوا تقريبا خطا المراوغه كيفيه الدخول. الحكم كاين خطا لفائده فريق المغرب. فريق المغرب التطواني. ترفعت الكره الراسيه دائما الخطوره. الحارس ايوب الخياطي في المكان المناسب كيتمكن من التقاط الكره.
جبيره تمريره طويله، خروج الحارس خروج وصفات كاس العالم مع فريق الرجاء ثم الاستعجار الشابي. هذه فرصه تدخل وكاس افريقيا للاعبين المحليين وكاس افريقيا لكره القدم النسويه وعصبه الابطال وعدد من اكيد الاحداث الافريقيه والاستقلاليه وكذلك حذري الحارس يحيى الفيلالي. فريق الجيش الملكي حمزه ايغامان كيمرر احمد حمودان تدخل الحارس حمودان يسدد. كان انتصار اللي كان امام فتح الرباطي بجوج الاهداف مقابل هدف واحد. هذه فرصه بابي انسا باجي يسدد ولكن الكره بعيده. شادي يعمل رفع الكره داخل منطقه الجزاء لخالد ايتون خان، مراوغه ممتازه فرصه ومرت فوق المرمى. خالد ايتون خان مراوغه ممتازه تمويه كما تابعنا داخل منطقه الجزاء. لاحظ وسط ياسين جبيره رفع الكره داخل منطقه الجزاء فرصه. حكم المساعد رفع الرايه حكم يوسف عربيدي شو يعمل رفع الكره فرصه الراسيه والكره في القائم والهدف الثالث. هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي. عبد الفتاح حدراف اللي دخل منذ قليل يتمكن من وضع الكره في الشباك وهدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي الذي يتمكن مره اخرى من الوصول لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. سنتابع هذه المحاوله وسنتابع هذه الفرصه. ترفعات الكره بشكل ممتاز من يوسف عربيدي. هنا الراسيه الكره ترتطم بالعرض. هدف مقابل لا شيء اكيد في انتظار تاكيد هذا الهدف. لاحظوا الراسيه ديال لامين دياكيتي اللاعب الايفواري. كذلك يدخل محاوله افتح حدراف كيمرر لعلاء الدين اجراي تدخل الدفاع وترجع الكره للحارس.